سلام سلام زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم في وصفه جديده وحصريه وكنتوا طلبتوها مني بزاف. جبت لكم الرفيس الجزائري يا البنات، بمقادير جد مضبوطه، وزيد على هذا يجيكم بزاف بنين. نبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه تاعنا نهار اليوم. عندنا كيله تاع سميد تكون مقبى، والسميد هذا يكون نصف خاشن، ولا ما صدتوش نصف الخاشن ديروا المتوسط اللي نخدموا به الطمينه. راح نحطه في مقله تكون ثقيله، ولا قدره، ولا كسرونه، اي عفسه تكون مهم ثقيله، كوكوطه. ونخليها تتحمس. انا لهنا قسمتها على نصف على زوج خضرات. درت نص الكيله حمستها، ومن بعد كملت النص كيله الثانيه. لهنا نجوزو الامر المهم، اللي هو التمر. ماشي اي تمر تقدروا ديروا به الرفيس تاعكم. هذا التمر يعيطولو التمر تاع البطانه، يجي مغلف يا البنات بواحد القماش هكايا. يجي سبيسيال، وكاين اللي ينتباع في البيدون. ومهم كي تروحوا تشرو التمر من عند اللي يبيع التمر، قولوا عطيني التمر تاع البطانه سبيسيال تاع رفيس. ماشي هذاك الغرس اللي نخدموا به المقروط اللي يجي مرحي بزاف، لا لا، هذا يجي به بالعظم تاعو. وانتم تحبوا تنقيوه تحبوا ديروه هكايا. ماشي غالي بزاف يا البنات، 24 الف الكيلو ولا 22 ميل هكا، ماشي حاجه غاليه بزاف، ويعطيكم كميه لاباس بها. هذه هي يا البنات. انا كيلت نفس الكيله اللي كيلت بها السميد، كيلو بها التمر ثانيك. هذه هي راح نخليها دو كوتي لامي بين يتحمص معايا السميد. الا هنايا البنات تحبوا هذا التمر تنحوا له هذاك العظم تاعو وتنقوه حبه بحبه، ولا تحبوا حتى كي نديروا زبده راح يطير وحده. الا هنا بالنسبه للسميد كيما قلت لكم حمصتو، ما تحمصوش كيما الطمينه يكون ابيض ولا يقعد هكاك دوغي. حمصوه حتى نقرب الحبه تاعكم تولي مارون، هكا باش الرفيس تاعكم يجيكم بنين يا البنات. الا خليتوه ابيض شوفوا اللون تاعو ما راح يجيكم شباب، الكو تاعو ما راح يجيكم شباب، وشغل كي تاكلوه شغل يجيكم هذاك الرفيس تاعكم طايب. لهنا هذاك السميد انا راهو سخون، وهذاك التمر تاعي راني ندلك فيه، ونحاول ندخل فيه مع هذاك التمر حتى نتخلص كامل من هذيك الكميه تاع السميد اللي قلت لكم عليه. لهنا الرفيس تاعكم باش ينجح ويجيكم بنين ضروري يا البنات، حاجه مهمه انكم السميد تحمصوه مليح يا البنات، ماشي كيما الطمينه، لا لا. السر تاعو البنه تاعو كامل في هذاك السميد كي يتحمص. وتبعوا تاني المقادير. لهنا ما بيض يتحمص لي الكميه الثانيه تاع السميد اللي قعدت لي. كنت ذوبت شويه تاع شوكولا بالحليب، على حمام مائي يكون على نار قليله. وعندي هذا ترانسفير اللي فيه رمضان، ماشي رمضان عفوا، ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. تاع المولود، مولودكم مبارك ولا صحة مولودكم. المهم انا لقيت هذا. الى لقيتو هذاك اللي يجي كيما الفيغو روشي، يجي بالطون هذاك فانيك الشباب، وخليته ينشف هكا غير برا، ما درتوش في الكونجيلاتور. الا درتوه في الكونجيلاتور راح يتندلكم، وهذاك الزواق اللي يجي بالدوغي راح كامل يتنحى لكم. ولا هنا الكميه الثانيه كيما شفتوها كانت تحمصت لي. وضروري يا البنات هذاك السميد تدخلوه سخون في هذاك الرفيس باش يدخل لكم مليح وعجنوه. ويجيكم تانيك بنين، ما يجيكمش خضر هذاك السميد تاعكم كي تحمصوه، ومام اللون يعطيكم لون بزاف شباب. لهنا هذا هو الرفيس. كاين اللي يعيطوا له رفيس تونسي، مي الرفيس تاع الجزائر ماهوش كامل كيما تاع تونس. تونس يضيفوا له المكسرات ويضيفوا له فانيك السمسم، يضيفوا له الحلوة الترك. هذه هي. لهنا الرفيس تاعي راح نستعمل فيه زوج مغارف كبار تاع العسل، ومغرفه صغيره يا البنات تاع العكريم. انا عندي الوصفه الاصليه اللي يخدموا بها، وتاع ناس مديه هكا يديروه. نعطيوها لي الوصفه هذه اصليه يا البنات، تجيكم بزاف بنينه بهذه الطريقه. وراني نلاين فيه بالزبده، زبده دايبه. اللي تحب دير زبده غامولي دير، انا ما ننصحكمش بالزبده غامولي، ننصحكم بالزبده دايبه بصح. خلوها شويه تدفى. هذه هي. شوفوا العظم ولا النواه تاعها كيفاش يتنحى وحده يا البنات. على بها قلت لكم ما راحش نعيي روحي وننقيه كامل، راح يتنحى وحده بعد ما ندير له الزبده.
وهكا يجيني بسهوله. ومن بعد ما نحي كامل هذاك لي نوا تاعو كامل، هذا هو نعجنو. نبقى نزيد نضيف له في هذيك الزبده حتى نكملها كامل. لهنا بالنسبه للزبده استعملت تقريبا 150 حتى 175 غرام تاع المارغرين، وهي من الاحسن تكون ديروا الزبده الحره، يجيكم تاني بزاف بنين. وهذه هي، ما تكثروش الحسل. انا بزاف نشوف ناس يكثروا له الحسل، هو ديجا راه فيه التمر هذاك حلو. الحسل نديروه غير على جال باش يقعد لنا هذاك الرفيس طويل، يشد المده طويله ويقعد طري يا البنات. ونزيد هذاك يمد اكيد بنا بنينه. وهذه هي الشكل الاول كنت استعملته على شكل معمول، درت ساشي باش يطلع معايا بسهوله. ومن بعد الشكل الثاني راح نشكلها باش نقطعهم بليمول كيما راكم تشوفوا، ونسوي السطح بالمغرفه، هي اللي ساعدتني باش تسقم لي هذاك الرفيس تاعي باش نقدر نطبعه. الشكل الثاني كنت قطعته بهذه القطاعه اللي كامل شريناه هذاك المول كي خرجت لنا هذيك الموديل تاع الريشه. الشكل الثاني راح نقطعه دائري. الشكل الثالث راح يكون هلال. والشكل الرابع اللي ما صورتوش معكم كان على شكل نجمه. وهذه هي كيما راكم تشوفوني نقطع فيه بسهوله. لهنا تحبوا ديروه مكور وتمدوه لوليداتكم، يتقدم سخون يجي بزاف بنين مع كاس البن. الله الله. وتقدروا تانيك تقطعوه كيما يقطعوه على شكل مقيرطات، تسووه هكايا وتقطعوه كيما تقطعوه المبرجه. هذا هو الشكل تاعو كيفاش جا. واللي نحيها راح نحطها في سنيوه تكون مسطحه. والشكل اللي قلت لكم عليه هو تاع الهلال. هادو هما الاشكال اللي كنت درتهم، ومن بعد راح نوريكم كيفاش كملت زينتهم. قلت لكم هاد الرفيس كاين بزاف انواع، وكل ولايه كيفاش تتميز به. قلت لكم كان يدير له حلوه الترك في قلبه، كان يدير له المكسرات، كاين اللي حتى يدير له الجدلان محمص. انا ما ندير له والو. انا هاد الوصفه عندي اصليه وبزاف بنينه، وجربوه ما راحش تدموا منه كامل. هذه هي. بعد ما كملتهم كامل طبختهم وسقمتهم، راح نجي نزينهم. لهنا الشكل الاول هو المعمول، راح ندير له حبه جوزه في الوسط فوق الحبه، وندير له شويه تاع الفايدور باش تعطيني شكل شباب. هذا الرفيس درته لكم بمناسبه مولود النبوي الشريف. ان شاء الله عواشركم مبروكه. وتعجبكم هذه الطريقه اللي كنت عطيتها لكم. تقدروا ديروا هكا وتقدروا ديروه بعده اشكال. لهنا الشكل هذاك اللي كنت درت معكم الترانسفير، قلت لكم خلوه يجمد على برا، ما ديروش في الكونجيلاتور على شكل على جل هذاك الشكل اللي من الفوق اللي يجيب الدوغي ومكتوب فيه مولد النبوي الشريف. اذا درتوه في الكونجيلاتور راح يتندى معكم، ومن بعد كانت هذاك الشوكولا تبدا تذوب وتبدا تلق في الماء على بها يتنحى لكم هذاك الشكل يجي من الفوق وما يجيكمش شباب. كيما راكم تشوفوا درت حبات بالجوز واللوز والبندق وزينتهم هكايا في الوسط. الشكل الثالث كنت درت له ليدي دراجي مكتوب فيهم مولد نبوي الشريف. اللي في الوسط كنت درت لهم المكسرات، يعني نوعت شويه ويبقاكم اختياري. الشكل الثالث هو الهلال والنجمه. احنا النجمه عذبني شويه، ما درت منه غير كميه قليله، فلهذا ما عجبنيش بزاف. مي حبيت نوع لكم باش يجيكم بزاف الاشكال ونعطيكم الافكار. لهنايا درت له وحده نجمه اللي تنباع بالميزان، ودرت له هذاك العقاش اللي كنت تشوفوا فيه ثانيك بالدوغي. لهنايا بالنسبه للمكسرات ديال البنات جيت غير حق 10,000 من كلش، ودارت لي وكفاتني بزاف. درت بها وصفه واحده اخرى صدقوني غتجيكم كميه لاباس بها. وهذا هو الشكل النهائي، جاب بزاف الشباب هايل يا البنات. والبنه ما عندي ما نقولكم، وزيد جا معلك ويشد لكم مده طويله. خبوه في لي بواط ولا راح تلقاوه. وان شاء الله يعجبكم وتديروه في هذا المولود. وما تنسونيش اكيد بالجيم والكومنتير، واكيد اللي ماشي مشتركه تشترك وتفعل زر الجرس باش غير نحط اي وصفه جديده تكون معاها.
وهادو هما الاشكال تاعي كيفاش جاو. دوك نرفد لكم بالحبه وتشوفوهم. لهنا شوفوا هذا الشكل الاخر اللي درتو تاع مثلثات. انا عطيتكم هكايا افكار وانتم ديروا كيما حبيتوا يا البنات. هذا هو الشكل تاع المعمول اللي كنت درته معكم، والشكل الدائري اللي درته بالمكسرات جاب بزاف هايل يا البنات. واكيد زيدوا قولوا لي نتوما في الولايات تاعكم كيفاش ديروه كيفاش تحضروه، اكيد باش نزيد ندي عليكم افكار. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. الا كنتوا حابين اي وصفه اكيد خلوا لي تحت في لي كومونتير، وانا ما عليا غير نلبي الطلب تاعكم. ولهنا ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير، والى فيديو جاي ان شاء الله. باي.